يا مساء الفل حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. جايلكم بقى النهارده بفيديو جديد وروتين جديد. طبعا الروتين ده بعد غياب اسبوع، فانا اسفه وبعتذر لكم كلكم على التاخير اللي حصل ده، بس معلش كده يعني حبه ظروف وغصب عني، فسامحوني. النهارده بقى معايا فيديو كده، روتين بقى. قلنا نرجع بقى للفيديوهات بتاعتنا والروتينات بتاعتنا. ما عملناش فيديوهات من زمان ولا عملنا روتينات، فقلنا بقى ايه، نشجع بعض كده بالروتين النهارده. بس قبل ما ندخل بقى الروتين بتاعنا، تعالوا بينا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اللي اول مره بيشوفني، ما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس. ما تنسوش طبعا الكومنت الحلو بتاعكم واللايك الحلو بتاعكم، ويلا بينا ندخل الفيديو بتاعنا. اول حاجه، كالعاده طبعا، دخلت على البوتاجاز. اول حاجه بما ان الروتين في المطبخ، يبقى اول حاجه البوتاجاز. ده روتين مسائي، يعني خلاص كنا في اخر اليوم، كنا خلاص بقى خلصنا. صحيت من الصبح طبعا، جهزنا بقى اللانش بوكس، وخلاص الولاد راحوا المدرسة وجم تاني، وعملت لهم غدا، وشفت بقى اللي رايح الدرس واللي راحوا مش عارفة فين. ظبطت كده الدنيا. الروتين ده كان بعد كل حاجة يعني بعد ما هما رجعوا من المدرسة وخلاص كانوا راحوا الدروس بتاعتهم، وانا قلت بقى اروق كده الدنيا. وصورت بقى معاكم الروتين المسائي ده. احنا اخر فيديو كنا عاملينه تقريبا كان روتين صباحي، فدلوقتي ده الروتين اخر اليوم. زي ما انتم شايفين كده، مسكت بقى البوتاجاز. انا كنت لسه المفروض هعمل اكل، هعمل فاصوليا بيضه طبعا كلكم عارفينها. فقلت قبل ما ابدا في تحضير الاكل يعني، او ابدا في تحضير ان انا اطبخ او كده، هغسل البوتاجاز الاول عشان تبقى حاجه خلصت منها. وجنب بقى الاكل هو بيستوي او هو بينطبخ، اكون انا خلصت بقى باقي الحاجات اللي ورايا. زي ما انتم شايفين كده، غسلت البوتاجاز ونشفته، وهبدأ برضو ألمعه بشوية الخل اللي احنا متفقين عليهم، اللي بيدوا اللمعة الرهيبة بتاعة البوتاجاز، اللي هما دول يعني. وبعدين هرجع كل حاجة. أنا كنت عاملة قهوة، وكانت القهوة واقعة على البوتاجاز. حتى في أول الفيديو كنت بوريكم الكنكة بتاعة القهوة. فده عموما هو ما كانش فيه دهون أو حاجة، هي القهوة بس لما وقعت هي اللي خلتني أغسله. يعني هو كان بس رطوش بسيطة كده. يعني مش معنى ان ما كنتش بصور ان انا ما كنتش بغسل البوتاجاز، يعني لا، اكيد كنت بغسله برضو كل يوم. ودلوقتي بقى ولعت على الفاصوليا عشان تتسلق. كنت انا نقعها من شويه، فبوريها لكم يعني الفاصوليا البيضه اكيد عارفينها اكيد عارفينها. عبال بقى ما الفاصوليا بتتسلق، على الناحيه التانية كده هبدا اعمل الصلصه علشان اكسب وقت. يعني في حله تانية كده هعمل بقى الصلصه، والحله الكبيره دي حاطط فيها الفاصوليا تتسلق و... وبس كده بحمر بقى البصلايه زي ما انتوا عارفين. وبس كده يا دوب البصلايه هتاخد تسبيكه كده بسيطه، وهبدا انزل عليها بالتوابل اللي معايا زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي. التوابل اللي عندي بقى فلفل اسود وكمون وسبع بهارات وشويه ملح وبس كده. فلفل اسود وكمون وسبع بهارات، بس كده، ما حطيتش حاجات كتير يعني. الا لما تكون اكله مش مستاهله او مش محتاجه توابل كتير ما بحطش. لكن اي بقى تتبيلات او اكلات من اللي هي بتحتاج توابل كتير، فبحط توابل بفترة يعني، ما عنديش مشاكل. خلاص كده. الاكل بقى شغال على النار. هعمل بقى شويه رز ابيض وخلاص، فدول مش محتاجين تصوير يعني، هعملهم بعد ما اخلص. وهنا بقى الرخامه كان عليها بقى برطمانات كده مش في اماكنها، برطمان القهوه والشاي والسكر وشفشق الخلاط ومعالق وشويه حاجات كده. هبدا بقى اظبط كده كل حاجه، وانا حاطه الموبايل بتاعي كده مشغلاه على اغاني عشان اتسلى كده وانا بعمل، ما احسش بالوقت كده. فانا بختار بقى اي حاجه عايزه اسمعها، وبشغل كده الموبايل واخليه جنبي وبيسليني يعني. ودخلت بقى على الشنط بتاعه الولاد، طلعت بقى الازاز الميه واللانش بوكس اللي كانوا واخدينه معاهم عشان نغسلهم. طبعا بحب اغسلهم كده على بيات علشان يصفوا ويبقوا نضاف كده ومتعقمين من بالليل. ما ينفعش اغسلهم الصبح بقى يبقى فيهم ميه، مهما نشفهم هيبقى فيهم رطوبه فهتبوظ لهم الاكل اللي هم واخدينه. انا في العاده كنت بغسلهم بالليل، بس قلت بما اني هغسل مواعين وهم جم خلاص من المدرسه يعني، فاغسلهم من دلوقتي واخلص. زي ما انتوا شايفين كده بدأت بيهم. طبعا انا جبت بقى سلكة نظيفة علشان بما ان هغسل بقى الاول اللانش بوكس والكلام ده. فجبت بقى سلكة نظيفة ما تكونش فيها اي دهون ولا اي حاجة، وقبل المواعين وقبل كل الكلام ده اكون غسلاهم هما الاول، طبعا عشان البكتيريا والدهون وكل الكلام ده. انا بغسلهم كل يوم، وكل يوم بالسلكة وبالصابون كده، ما بهملش فيهم خالص عشان الحاجات دي طبعا عارفين بتلم بكتيريا والكلام من ده. فالافضل تكون نظيفة كده ومتعقمة اول باول.
وكل يوم ويوم ببيتهم كده بشوية خل علشان يعقمهم لي ويقتلي لو فيهم جراثيم او فيهم اي حاجة، وابقى متأكدة من نظافتهم. فانا كنت نقعهم اللي هو قبلها بيوم عشان كان اجازة، فكنت نقعهم برضو بالخل وتمام. فكده بغسلهم بس كده على المشي وخلاص. ده بقى اللانش بوكس اللبني ده بتاع ابله سلمى. فابله سلمى لازم بقى يعني ايه نتوصى بيها شويه. سلمى دي بنت صغيره، فهي اللانش بوكس بتاعها الصغير ده. هي ما كانش عاجبها لونه مع ان لونه جميل والله يعني. مش عارفه ما كانش عاجبها لونه ليه، بتقولي ده لونه ولادي، او بتقولي لونه ولادي. بحط بقى الصينيه دي جنبي كده واسيبهم يصفوا كده عليها لحد الصبح، ما بحركهمش من مكانهم غير الصبح بقى تاني يوم وانا جاي احضر السندوتشات. وهنا كانت في حد دخل بيرخم عليا بنت عمي يعني كانت دخلت بترخم عليا، فانا عماله اكلمها وبضحك كده، وانا يعني لو لقيتني اتكلمت كتير وضحكت اعرفوا ان هي السبب يعني. غسلت برضو الازايز وكده خلاص. خلصنا من موضوع بقى اللانش بوكس والازايز والكلام ده. شفرق الخلاط بقى، وده برضو من الحاجات اللي هي يفضل تتغسل في الاول قبل الدهون وقبل كل ده. ما نسيبهاش للاخر كده في اخر المواعين خالص. تبقى خلاص السلكه بقى بتاعتنا اتملت دهون ومش نظيفة يعني يتبهدل معانا ولونه يتغير وكده. لا، اول باول كده عشان كده تلاحظوا ان الشفشق بتاعي دايما كده نظيف ما فيش فيه يعني لونه مغيرش او اي حاجة. ببقى اشوف ناس عندها شفشق الخلاط دي غامق كده ولونه متغير ومدي على حمار كده او على صفار او حاجة، لكن لا كده حتى يجيلي نفس ان انا اعمل فيه عصير او اعمل فيه اي حاجة. بعد كده بقى دخلنا بقى في العادي الطبيعي خالص، اللي هي الكوبايات والمعالق وكل الكلام اللي انتوا عارفينه ده. على طول بقى كده وانا بغسل الكوبايات بحطها مكانها والمعالق مكانها والاطباق مكانها، لو في بقى حلال او حاجات من دي هي اللي بركنها جنبي كده تتصفى وخلاص. لكن بحب اول باول كده كل حاجه مكانها فيها تتصفى اوتوماتيك يعني ما فيش مشاكل. والكنكه بقى بتاعتي القهوه صديقتي وحبيبتي اللي ما بستغناش عنها. بستغناش عنها ابدا 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 يعني. انا لو اعمل كوبايه شاي ليا لوحدي بعمل في الكنكه برضه الصغيره دي. وخلاص هناك كانت الصلصه اتسبكت معايا والفاصوليا اتسلقت بقى، فضيتها بقى من الميه بتاعتها وشطفتها وحطيتها كده تتسبك مع الصلصه على نار هاديه. وقلت بقى عبال ما هي تستبك اكون بقى نضفت الرخامات ومسحتها كده برضو بالخل ونضفتها وعقمتها. ورتبت بقى لو في اي حاجه عم محتاجه ان هي تترتب عشان يبقى كده خلصت بقى من المطبخ. فهنا حسيت ان الظراف بتاعه المطبخ كده حسيت ان هي مبقعه، عشان ساعات ببقى امسك يعني افتح الظرفه كده وايدي فيها ميه او حاجه. فبرضو بالقماشه اللي فيها خل، وبدات بقى ان انا امشيها كده تشيل لي بقى كل البصمات والحاجات اللي يعني مكان ايديا كده متبصم كده ومطبع. فشلت بقى كل الكلام ده وجيت بقى على الصالة. طبعا كل ده كان متروق الصبح وتمام، بس طبعا هما لما جم من المدرسة بقى اللي بيكتب حاجة واللي بيعمل حاجة، فكل حد بقى بينزل مخدة يسند عليها لا مش عارفة ايه. ومكان ما كانوا قاعدين بياكلوا كل الكلام ده، فبرضه بروق الحاجة اللي محتاجة تتروق يعني. لكن كل ده انا كنت عاملاه الصبح قبل ما انام. هنا بقى كنت بقول لكم يعني ان المكان كان نظيف
بس هو المقطع اتبدل، يعني المقطع ده اتبدل بالمقطع اللي انتوا شفتوه قبل كده. هنا بقى بظبط كده لو في اي حاجه برضو مش متظبطه زي ما بقول لكم، يعني ترتيبات بسيطه وحاجات كده تاتشات كده من على الوش يعني. انتوا اصلا لو تلاحظوا تحسوا ان المكان نضيف عشان كل ده كان مترتب الصبح. يا بس كده لو يعني في حاجه متحركه من مكانها او حاجه مش متظبطه في مكانها، مجرد اللي انا بس لمسات اخيره كده وخلاص. وهكنس بقى الارضيه ويبقى كده خلاص. الصلاه بتاعتي خلصت. كده زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم امبارح كان اخواتي عندنا وكنا بقى شايلين كل الحافظات دي وكل الكلام ده وكنا كانسين تحتها، بس طبعا ما ينفعش ان انا اصور، فاحنا نضفنا كده وخلاص يعني. مش لازم ننضف عشان التصوير. فانا كنت عايزه اصور بس كان البيت بقى مليان ولاد وكده وعيال، فالدنيا مش كانت هتظبط خالص. فعشان كده بكنس كده النهارده من على الوش وانا قلبي حديد، عشان عارفه ان انا كل ده شايلينه امبارح وكانسين تحته وكل الكلام ده يعني. طلعت بقى على السلم نفس الكلام، بما ان كنسنا ونضفنا وخلصنا بقى الاكل بتاعنا ومش ورانا حاجه، فنكنس بقى السلم وننضفه كمان بالمره علشان يبان ان البيت نظيف. كل مره بقول لكم كده. السلم طبعا عليكم تراب، تحسوا ان البيت ما فيش فيه سكان، يعني ما فيش في حد عايش فيه، مع ان والله دايما السلم ده بيتكنس وبيتمسح وكل حاجه، بس ما بيبانش عليه. اعمل ايه يعني؟ عشان البيت على الطريق والطريق ترابة، فعلى طول البيت يعني من تحت كده والسلم والبوابة كل تحس ان المكان مطرب 24 ساعة. شايفين كمية التراب؟ مش عارفة ايه يعني. وبعد نص ساعة هلاقي كل اللي انا عملته ده كده في الفاضي ورجع اتطرب تاني. عادي خالص يعني. خدت السلم بقى كده من فوق لتحت بمدخل البيت بالبوابة بكل الكلام ده يعني. ربما يبان ان هو نضيف يعني. ربما يبان ان انا يعني تعبت نفسي كده ونضفت. كنت هقع بقى في الوقت ده كده، كنت هقع على ظهري على من تاني دور يعتبر يعني، من السلم من فوق خالص، فالحمد لله. هنا بقى بالمرة كده وانا بكنس لو لقيت بقى حسيت ان الحيطة كمان مطربة او في عنكبوت او في حاجة، بالمقشة كده وبنضف عشان ابقى ضامنة بقى نظافة الحيطان ونظافة السلم وكل حاجة. ونفس الكلام برضو من تحت في المدخل بتاع البيت برضو بالمقشة كده، وبنضف برضو السقف والحيطان قبل ما اكنس، علشان لو في تراب او حاجة هتنزل تنزل قبل ما اكنس، عشان يبقى لما بكنس بقى اكنس على نظافة. وكمان البوابة برضو يعني ما سبتهاش في حالها، برضو نضفتها وكنستها كده زي ما انتوا شايفين، نزلت بقى كل التراب اللي عليها وعنكبوت اللي عليها وكل الكلام ده، خليتها برضو نضيفة كده. بس طبعا ما صورتش من بره، انا كل الكلام ده انا جوه يعني جوه البيت، ما انا يعني من بره ما صورتش عشان كان في ناس رايحه جايه على الطريق فما حبيتش يعني. هنا بقى بكنس كده، بطلع بقى على بره بعد ما نضفت وعملت كل حاجه، وهكنس بقى السلم اللي في الشارع اللي قدام البوابه وبس كده، زي ما انتوا شايفين كده معايا.